بيقولوا إن اسكندرية هتختفي تماماً ومش هيكون ليها أي أثر. يعني مدينة الإسكندرية المارية مش هتكون موجودة في الوجود. لا، أمال هتروح فين؟ هو في حد يقدر يعيش من غير شط اسكندرية وهو اسكندرية؟ معقولة أجمل بلد وأجمل محافظة، عروس المحافظات، هتختفي كده مرة واحدة؟ طب هتروح فين؟ وهتختفي فين؟ طب البحر هيبلعها ولا الرمل اللي هيغطيها؟ المية هتبلعها ولا الرمل هيغطيها؟ لأني باختصار ومع احترامي لكل الناس، اسكندرية مش هتختفي ولا حاجة، ولكن هيحصل فيها بعض التغيرات المناخية زيها زي أي المحافظات أو البلدان الساحلية. طبيعة كون يا عزيزي، في ثانية إلا ثانية رب العباد جه وعمل عواصف وبرق ورعد، لأن هو ده الكون وهو ده ربك اسمه العدل، ولا يعلم الغيب إلا الله. لا أرصاد ولا هيئة استطلاعات ولا تكنولوجيا ولا فسيولوجيا يقدر يقولك رب العباد ممكن يعمل إيه في الكون. في ثانية إلا ثانية ادانا رسالة ويقول لنا إني أنا أستطيع أقلب الكون رأسا على عقب وخلي الشتاء صيف والصيف شتاء. يعني أنت ما تتوقعنيش يا بني آدم مهما وصلت من علوم اللي رب العباد ذكروا 1,000,000 مرة في القرآن الكريم. يعني اسكندرية مارية هتفضل موجودة بإذن الملك العظيم، ولكن في فترة من الفترات هيحصل لها بعض التغيرات. يعني اسكندرية بالمعالم اللي انتوا شايفينها دي هتتغير. طب ازاي وفين وامتى وايه اللي هيجرى او العلامات اللي هتحصل لتغيير شكل اسكندرية؟ مش دلوقتي، لسه سنين وسنين عقبال ما الشكل العام يبتدي يتغير. لكن حاليا اسكندرية في امان، ولكنها كانت رسالة من رب العباد لينا انه في ثانية لا ثانية يقدر يغير الكون بما فيه، ومن غير ما العلم اللي احنا وصلنا له يفيدنا بنكلة. قصدي التكنولوجيا يعني اللي بتتنبأ باللي جاي. تعالي تقصدي تقولي على الزلازل يعني والكلام ده؟ صحيح، ايه موضوع الزلازل ده؟ هو كل يومين والتاني زلزال؟ مش غريبة؟ طب والجو وعرفناه، وعرفنا ان هو رسالة كونية ومحدش يقدر يفتعلها. يعني اللي احنا شفناه في اسكندرية ده مش حاجة مفتعلة، دي حاجة إلهية بحتة. امال ايه بقى قصة الزلزال اللي كل شوية؟ مش غريبة دي؟ أول حاجة الزلازل مش عندنا خالص، ولكن هي في بعض الجزر المحاوطة بينا. فالزلزال لما بيضرب هناك بيسمع عندنا هنا، فبيحدث هزة أرضية في الطبقة القشرية اللي هي القشرية اللي هي في الأول. يعني الزلزال مش هنا بس بيسمع عندنا. مش عارفة ليه كل ما باجي بعمل كده، الله، أنا بدوس هنا ألاقي الناحية التانية هي اللي بتتحرك. هو إيه اللي بيجرى؟ هو أنا ليه كل ما بضرب هنا هي دي اللي بتتحرك، مع إن دي بعيدة عن دي، والضرب هنا مش هنا؟ طب أنا كثرة الضربات دي هدفها إيه؟ وإيه العبث اللي انتي بتقوليه ده؟ إحنا مالنا إحنا ومال سبيروس باتس، ومالنا إحنا ومال الضربات دول؟ 5 عقل. الزلزال والكوارث الطبيعية بإيد رب العباد، ولكن لما نوصل للتكنولوجيا الجميلة الحديثة ونعرف ايه اكتر حاجة قريبة للبلدان المستهدفة، هنعرف منين نضرب عشان يسمع في حتة معينة في بلد ما. اشترينا احنا كده منك. هو ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ اللي انا بقوله لكم ده لازم تركزوا فيه لانه مهم. انا عارفة امتى اضرب فين عشان يسمع فين، عشان اشتتك انت. ما هو ده اللي انا عايزك فيه، اني اشتتك، وكل شوية ضربة وهزة عشان نشوف ايه اللي بيجرى. هو الهزات ديت هزات طبيعية ولا في عصفورة وعبس في الهزات الأرضية؟ هو ممكن أصلا حد ممكن يهز أو يعبس والعصفورة بجناحها تضرب فتيجي تهز عندنا فيحصل تشتت فنفكر بس أنا لحد كده وهسكت عشان إحنا في عيد وكل سنة وأنتم طيبين، عشان ما شتتكوش أكتر من كده. اللي حصل في اسكندرية طبيعي بحت والزلازل طبيعية، ولكن في عبث في القشرة الأرضية، في ضربات مفتعلة علشان هزات في بعض المناطق المستهدفة. فكروا كده معايا وركزوا
وشوفوا مين بيودي على فين علشان نكون فاهمين ومدركين ايه اللي بيحصل في الوطن العربي كله. قصدي اقول لكم كل سنة وانتم طيبين يا وطن يا عربي كله. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويعيننا عن اللي جاي، لان اللي جاي الله غالب عليه. عيدكم طيب.